في لحظة واحدة أمريكا بقت بره السيطرة من غير ولا مقدمات ولا تحذيرات. مشهد عادي في شارع هادي اتحول فجأة لساحة حرب. ناس بتجري، صريخ، نار، دخان، وجملة واحدة بتتكرر في كل مكان: احنا مش في مظاهرة، احنا في حرب. اللي بيحصل دلوقتي في الولايات المتحدة الأمريكية مش احتجاج ولا شغب، ده هدم لفكرة الدولة العظمى، دولة الحريات والديمقراطية. ترامب قلب الترابيزه، والدستور بقى لعبه في ايديه، والشعب الامريكي لقى نفسه قدام سؤال مرعب: هل فعلا امريكا دخلت في حرب اهليه؟ وهل اللي بيحصل هناك دلوقتي ممكن يكون بدايه النهايه للدوله العظمى الكبيره؟ ده السؤال اللي هنحاول نجاوب عليه في الفيديو ده. بس شطارتك تكمل معانا للاخر، لان عندنا اسئله كتير. ولو لسه ما اشتركتش في القناه، اضغط اللايك والشير وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. هو إيه اللي بيحصل في أمريكا بالظبط؟ الحياة كانت عادية وفجأة كل حاجة اتغيرت. كانت مجرد مظاهرات، صريخ، شوية هتافات، تجمهر في الشارع. الموضوع كان عادي يعني، لحد ما فجأة كل حاجة اتقلبت لجحيم. اللي كان بيتفرج من بعيد فجأة لقى نفسه في وسط مشهد أشبه بفيلم رعب من أفلام هوليود. ناس بتجري في الشوارع، وناس بتتخانق، حجارة بتتحدف، ومولوتوف بيترمى، عربيات بتتحرق، وصريخ ضد امريكا وترامب والدستور. اللي بيحصل في امريكا دلوقتي مش مظاهرات ولا احتجاجات، اللي بيحصل هو حرب بكل ما تحمله الكلمه من معنى، حرب داخليه حقيقيه. فعلا هي حرب. الاول، هما بيدافعوا عن ايه؟ وايه اللي بيحصل في الشارع؟ وهل اللي بيعمله الناس ده صح ولا لا؟ ولا فعلا الناس دي بدأت تدمر بلدهم من غير ما ياخدوا بالهم؟ قصة ببساطة وبهدوء. بداية الأحداث كانت بسبب قرار اتخذته إدارة دونالد ترامب اسمه صفر تسامح. وده باختصار يعني أي مهاجر يدخل البلد بشكل غير شرعي، حتى لو جاي هربان من الحرب أو جاي يدور على شغل أو أمل في الحياة، هيتقبض عليه فورا ويترحل على طول بدون أي رحمة. طب وماله؟ ممكن ناس تقول لك حقه، بلد بتحمي حدودها، رئيس عايز يحل مشاكله. لكن اللي حصل مش حماية، اللي حصل كان مجرد مجزرة قانونية، مداهمات في الشوارع، اقتحامات للبيوت، سحب للناس من اشغالهم، من قدام عيالهم، من السوبر ماركت. الاب بيخرج الصبح على شغله ما بيرجعش، الاطفال بيرجعوا من المدرسه ما يلاقوش اهاليهم. واللي زاد الطين بله ان الناس اللي كانت بتحاول تسوي اوضاعها وتوفق اوضاعها بشكل قانوني قدمت اوراق فيها عناوينها واماكن سكنها عشان الحكومه تستخدم العناوين دي للقبض عليهم. هو ايه اللي بيحصل ده؟ ده جنان بجد. الناس بدات تتجنن. امريكا كلها اتقسمت، ناس شايفه ان دي حرب على اللاجئين، وناس شايفه ان دي حرب على امريكا نفسها، وشايفين ان ترامب بدا يكشف عن وجهه الحقيقي. ودي مش مجرد ازمه مهاجرين، دي ازمه انسانيه سياسيه دستوريه، واخطر من كده كمان ازمه وجود. الشعب الامريكي انفجر، مظاهرات عنيفه بدات في كاليفورنيا وانتشرت في بعض الولايات. الشوارع اتحولت لساحات من القتال، ودونالد ترامب بدل ما يهدي الوضع وياخد الناس في حضنه صب البنزين على النار. امر بنزول 2000 جندي من الحرس الوطني للشارع بدون اي تنسيق مع حاكم الولايه، وبعدها بيوم زود العدد ل 4000. والمصيبه الاكبر انه امر الجيش الامريكي الفعلي نفسه بالنزول وسط المدنيين، طيارات استطلاع في السماء، مراقبه شامله، اعتقالات عشوائيه. ده ما حصلش من ايام هجمات 11 سبتمبر. اول مره تحصل في تاريخ الولايات المتحده الامريكيه الحديث من وقت الحرب الاهليه. واكتر حاجه استفزت الناس انه عمل كل ده بدون ما يرجع لحد، ولا رجع لحكام الولايات، ولا استأذن الكونجرس الامريكي، ولا حتى اهتم بالدستور اللي المفروض هو بيحلف عليه لما يمسك السلطة. اتعامل مع امريكا كأنها عزبة. وهنا ظهر الوجه الحقيقي لأمريكا: انقسام كبير جدا. حكام الولايات خرجوا يصرخوا في مؤتمرات صحفية، قالوا له ان دي مش بلدك لوحدك يا ترامب، احنا نقدر ندير ازماتنا من غير دبابات. وفعلا بدأت ولايات زي كاليفورنيا ونيو جيرسي وميتشيجن ترفع قضايا اتحادية ضد الحكومة الفيدرالية. ليه بقى؟ لأن الدستور الأمريكي واضح جدا في النقطة دي، وما بيسمحش للرئيس يستخدم الجيش داخل الولايات إلا في 3 حالات بس: لما الولاية تطلب، أو يكون في عصيان مسلح بيمنع تنفيذ القانون، أو حالة تمرد شامل.
بيهدد الدولة، وترامب ولا واحد من الشروط دي كان حاصل وقت ما نزل الجيش. اللي عمله ترامب ببساطة هو انقلاب على الدستور والقانون، فرض عسكري داخل الولايات المتحدة الأمريكية. ولو عدت المرة دي هتعدي كل مرة، وكل رئيس بعده هيقول اشمعنى؟ طب ما أنا كمان هنزل الجيش في أي ولاية في الوقت اللي أنا عايز. كده الديمقراطية الأمريكية هتبقى حبر على ورق، وصوت الشعب اتداس بالبيادة. طب ليه الناس اتحركت؟ ليه الأمريكان نزلوا الشوارع؟ مش كلهم مهاجرين، لا، بس أغلبهم أولاد مهاجرين، وكتير منهم حس إن الدور ممكن يجي عليهم. النهاردة بيرحلوا المكسيكيين، بكرة هيبقوا المسلمين، بعد كده الأفارقة، بعده اللي عنده فكرة مختلفة، وبعد كده اللي بيعترض على قرارات الرئيس. الناس بدأت تسأل، هو احنا في ديمقراطية بجد ولا بنرجع لحكم الفرد؟ ووسط ده كله الشعب شاف فيديوهات بتكسر القلب، اطفال بيعيطوا، ستات بتصرخ، رجال بيتسحبوا من بيوتهم في نص الليل. وبدل ما ترامب يتراجع بقى بيهدد الصحفيين، بيهين حكام الولايات، بيروج للعنصرية، وبيتعامل مع اي معارض كأنه خاين. والسؤال اللي لازم نسأله دلوقتي، هل اللي حاصل ده بداية لحرب أهلية جديدة في أمريكا بيقودها دونالد ترامب؟ وهل أمريكا اللي كانت بتدعي إنها رمز الحرية والديمقراطية خلاص فقدت كل المعاني دي؟ هل اللي بيحصل هناك فعلا بسبب المهاجرين، ولا ده غطاء لحاجة كبيرة عايز يعملها دونالد ترامب؟ نظام بيدوس على الكل عشان يفضل هو على الكرسي. وأهم سؤال، هي أمريكا رايحة على فين؟ وهل فعلا الشعب الأمريكي هيقدر يوقف الانهيار، ولا هيفوق لما يكون فات الأوان؟ هنفضل معاكم عشان نحاول نجاوب على كل الأسئلة دي. وانت لو وصلت معانا لحد هنا فكل الشكر، شكرا من القلب على وقتك ودعمك ومجهودك، وهو ده اللي بيخلينا نكمل. لايك وشير وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.